عندنا هنا قشر الليمون هنعمله احلى مخلل. حوشته في اكياس وحطيته في الفريزر. هنطلعه من الفريزر وهنحط عليه شوية مية في الحلة وهنسويه زي اي ليمون ما بتعمليه. الليمون يا جماعة وصل 100 جنيه، فبدل ما ترمي القشر حوشيه واعمليه برطمان صغير كده حلو تستعمليه. انا عملت لكم برضو قبل كده فيديو عن توفير البصل لما كان غالي، عملناه برضو حوشنا اللي هو الحتت اللي احنا كنا بنرميها من البصل. وعملنا برضو قبل كده من كرنب العروق، عملنا منها مخلل. هنغطيه بس بالمية كده وهنسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة. هنختبره كده هنلاقيه استوى. هنسيبه شوية لما يبرد، هنشطفه كذا مرة علشان المرارة اللي فيه. انا هنا كنت هحط الليمون كده وبعد كده هحط المحلول بتاعه اللي هو الفلفل والجزر، وبعدين رجعته تاني وحطيت الحاجة عليه لان انا مش هحتاج مية كتيرة، يعني يا دوبك حاجات بسيطة كده. هنا عندي فلفل معمول كده في الفريزر، كنت مفرزاه، وبرضو طلعت جزر مبشور كان في الفريزر. حطيت ملح، حطي بقى ملح حوالي 4 معالق ملح. وكان عندي شوية عصفر وحبة البركة فاضلين من تخليل ليمون قبل كده، حطيتهم عليه برضو. ده العصفر وحبة البركة. حطيتهم في البرطمان وقفلتهم بغطا كان عندي من برطمان مخلل قبل كده. وممكن تحطي معلقة زيت على الوش وهتاكلي احلى مخلل ليمون. ما ترموش حاجة يا جماعة، عمل لنا برطمان كيلو اهو حلو. اتمنى ان فيديوهاتنا تعجبكم واشوفكم على خير.